بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنكلمكم عن حاجه مهمه قوي وهي منتشره، مرض منتشر الايام دي بالذات. يعني هو بيجي في الايام ديت وهو ايه والعياذ بالله مرض السالمونيلا. المرض ده يا جماعه مرض خطير جامد، ومرض بيعمل معاك مشاكل في الحمام، ومرض يعني والعياذ بالله بيجيب معاك بيدهور صحه الحمام. انا عايزك بالراحه بقى كده، انا عايز ودنك تبقى قد طبق الدش واسمع البقين دول، ان شاء الله ربنا يسهل تطلع بالفيديو ده وانت ايه عارف المشكله وعارف الحل والدنيا معاك كويسه. بسم الله الرحمن الرحيم. مرض السالمونيلا ده مرض بكتيري بيصيب الامعاء، يعني بيصيب الحمامه من جوه وبيعمل تهتكات جامده في الامعاء، وبيعمل مشاكل جامده، وبخلي فرد الحمام عندك هزيل، وبخلي فرد الحمام عندك ضعيف جامد لدرجه ان هي توصله للموت. والمرض ده من خطورته كمان ان هو مرض معدي، يعني هو المرض ده كمان مشكلته ان هو مرض معدي جامد، يعني بينتشر بسرعه. طيب اعرف ازاي ان انا عندي سالمونيلا؟ سؤال واحد، اعرف انا عندي مرض السالمونيلا ازاي؟ اول حاجه معانا هي الزرق بتاع الحمام، او الحمام بتاع الحمام، او البراز بتاع الحمام، او شخاخ الحمام. من الاخر بتعرفوا ازاي؟ تلاقي البراز بتاع الحمام تلاقيه اخضر زيتي لزج، مصحوب بميه جيريه، يعني هو بيبقى اسهال مش ناشف. عشان في ناس كتير بتبعت لي الحمام بتاع الحمام او البراز بتاع الحمام وتلاقيه مصورها بطريقه كده، بص والله لو بيصور سيشن مش هيصورها بالطريقه دي، وبعتها لي وانا ببقى لسه متغدي ولا حاجه، ببقى عايز ارجع. بص عشان معلش ما عادش حد يبعت لي براز خالص يا جماعه، يعني ابعت لي صوره حلوه، ابعت لي ورده، ابعت لي حمامه شكلها حلو، مش تبعت لي شخه حمامه. المهم الحمام بتاع الحمام او البراز بتاع الحمام بيبقى اسهال مش ماسك نفسه، بيبقى اسهال زيتي لزج، لو عملت صبعك فيه كده تلاقيه بيلزق، مصحوب بميه بيضه جيريه، تلاقي اسهال ابيض جيري. ومش الاسهال ده بس، لان انت عندك الحمام لو راقد على البيض تلاقيه برضه عامل اسهال شكله غريب، او حمام شكله غريب، او لو الحمام عندك الجو برد عليه بيعمل نفس الحوار، ولو الحمام عندك في جو صيف جامد او حر جامد برضه بيعمل اسهال ميه وتلاقي فيه الوان كده. لازم الاسهال ده يكون مصاحبه شويه حاجات. ايه اول حاجه؟ اول حاجه هتلاقي الحمامه كشه، الحمامه لها اقبال على الميه، بتشرب ميه كتير، تلاقي الحمامه هزيله وضعيفه، تلاقي الحمامه لما تاكل بترجع، بتقف على جنب كده وتلاقيها بترجع كده. يبقى انت بنسبه كبيره كده عندك السالمونيلا. يبقى عرفنا اعراضها: كشاشان، الحمامه هزيله، الحمامه بترجع، الحمامه بتشرب ميه كتير، الاسهال بتاعها عامله اسهال اخضر زيتي لزج مصحوب بميه كده، تلاقي فيها اسهال ميه جيري كده، زي في زي جير ابيض كده شفاف جدا. ده بالنسبه للحمام. في المراحل الاولى هو بيبقى كده. في المراحل الثانيه بتبص تلاقي والعياذ بالله بيوصل للمفاصل، تلاقي الحمامه مكفيه على صدرها كده مش قادره تقوم وجناحتها مدلدله، وبتلاقي الحمامه قطعت اكل خالص. بس انا بكلمك على المراحل الاولانيه، لان المراحل الاخيره دي العلاج فيها بيبقى صعب شويه. طيب الحمامه بانت عندي، اول حاجه بعزل الحمام ده على جنب. يبقى اول حاجه في العلاج بعزل الحمامه او الاثنين او الثلاثه دول في مكان بعيد عن الحمام الاساسي، وبمسك الحمام الاساسي ارش بكلور او ديتول، وبمسك اديله حاجه اسمها بان فلور سنتي على لتر الميه. بان فلور بيطري، بتجيب دواء اسمه بان فلور بيطري، بتحط سنتي على لتر الميه وتشرب منه بقيه الحمام. طب الحمام اللي انت عزلته بقى، لو الحمام حالته كويسه يعني ماسك نفسه، هتحط له برده البان فلور سنتي على لتر الميه وتمشيه معاه. طب لو الحمام قاطع اكل والدنيا خربانه معاه، هتمسك ان انت حضرتك تديله في هو قاطع بقى الاكل، بتمسك تديله في الفم مباشر، بتحط ربع سنتي على 5 سم ميه، ربع سنتي من البان فلور على 5 سم ميه، وتديها له الصبح واخر النهار لمده 5 ايام ل7 ايام. لو لقيت الحمام بعد يومين 3 بقى كويس معاك، برضو خليك في الدواء، ما تستعجلش، لازم جرعه العلاج تبقى كامله لحد فتره ال5 ايام ل7 ايام. من الحاجات الثانيه اللي انت بتعملها وانت بتدي علاج، لازم تكون الكلفه بتاعت الحمام خفيفه، يعني الحمام اصلا بيبقى معدته مضروبه من البكتيريا دي وبيبقى تعبان، ما تحطلوش بقى فول وتحط له بسله وتحط له بتاع، يعني شويه ذره عويجه، حاجه تكون خفيفه في الهضم. ينصح يعني بالذره العويجه تكون خفيفه بحيث ان انت تساعد معاه في موضوع الهضم. طيب السالمونيلا دي بتيجي من ايه؟ يعني انا دلوقتي راجل حمامي كويس ومية مية، عايز ما تجيش عندي السالمونيلا، اعمل ايه؟ خد معايا البقين دول. اول حاجه يا باشا ان انت يكون الميه بتاعتك نظيفه والاكل نظيف، يعني الميه بتاعتك تكون نظيفه والاكل نظيف. الميه تكون بتغيرها كل يوم او يومين، وتكون الاكل بتاعك من مكان كويس، وتكون الكلفه بتاعتك نظيفه مش جايه من مكان فيه مشاكل. يبقى دي رقم واحد. رقم 2، الحمام بتاعك ما يختلطش مع حمام فيه العدوى دي. حضرتك ما تجيبش حمامه من بره
شاريها وتيجي حادفها على الحمام، لازم تعزل الحمامه ديت 5 6 ايام وتديها شويه ادويه شويه فلاجين وتراقبها كده وتشوف الحاله بتاعتها ايه، لان المرض ده ممكن يكون في الحمامه وانت ما انتش واخد بالك منه وتيجي يعدي حمامك. تعزل الحمام لتركيبه. في غلطه برضو كلنا بنقعوا فيها، ان انا بروح السوق وبمسك حمام كتير، وخصوصا الجماعه اللي بيحبوا يتهرشوا في الحمام، هو مش عايز يشتري، كل ما يروح يمسك حمام يمسكها ويقعد يفعص فيه. انا نفسي لما تروح تشتري فرد حمام اشتري الحاجه اللي انت رايح عليها، يعني تمسك ما لا يقل عن 5 6 حمامات اللي انت رايح تشتري النوع ده المعين. لقيت دي كبيره في السن ما تاخدهاش، لقيت دي كويسه تاخدها، لقيت كده. اما انا بشوف ناس يمسك حمام يسيب نوع ويمسك نوع ويسيب ده ما سكان الحمام الكتير ده بنسبه كبيره هتقابل حمامه يكون فيها مرض، وهتروح انت تتهرش في حمامك هتنقل المرض، لان المرض ده ممكن يتنقل على هدومك او على ايدك. المرض ده بيتنقل جامد يا جماعه، جامد جامد خالص. ممكن انت تجيبه لحمامك النظيف اللي ما فيهوش حاجه ال100 اللي انت محافظ عليه، ان انت رحت اتهرشت في السوق. طب انا رحت السوق واتهرشت في الحمام، اعمل ايه؟ اجي اغير هدومي ديت واغسل ايدي باي مطهر، ديتول، كلور، اي مطهر، واغسل نفسي كويس واظبط حالي، والهدوم اللي كانت عليا في السوق ما اطلعش بقى للحمام، وانضف نفسي كويس بحيث لما اخش على حمامي اخش ما اناش حامل العدوى او المرض للحمام بتاعي. طيب من الحاجات اللي بتنقل المرض دي عندك العصافير واليمام والحمام اللي جاي من بره. لو انت سايب حمامك، العصافير ممكن تكون حامله المرض، او الحمام اللي جاي طاير في الهواء، او اليمام لو اختلط بحمامك ممكن يجيب لك المرض. يبقى برضو تقفل على حمامك وتحافظ عليه. دي قلنا الاسباب اللي بتجيب المرض. طب انا المرض لو جه عندي اعمل ايه؟ المرض لو جه عندي قلت لحضرتك ان انت هتشتغل بالبان فلور البيطري سنت على لتر الميه لمده 5 ايام ل7 ايام، ان شاء الله الحمام هيبقى معاك كويس. لو الحمام في النهائيات، يعني انت دلوقتي لا قدر الله جالك وجاله بقى عدوى، العدوى شدت عليه ووصلت لحد المفاصل وساعات بتوصل لحد المخ، لو الحمامه تستاهل هتعالجها بالحوار اللي انا هقول لك عليه. الحمامه ما تستاهلش تذبحها وارميها وكبر دماغك منها. لو الحمامه تستاهل، حمامه غاليه، حمامه كويسه، حمامه بفلوس، هتعمل ايه؟ هتجيب حاجه اسمها سيفوتاكس بشري من الصيدليه البشري، مضاد حيوي اسمه سيفوتاكس من الصيدليه البشري. ده هتجيبه بيبقى بودر كده، امبول بودر، ومعاه الميه بتاعته، تحل البودر على الميه وتسحب منه 30 سنطه 30 شرطه 30 سنطه دي الواحد بقى هايبر 30 شرطه بسرنجه الانسولين. ليه بقى بتجيب سرنجه انسولين؟ عشان هي بتبقى رفيعه ودقيقه، وهتحاول تحدد عليها 30 شرطه، لان المضاد الحيوي ده قوي، لو انت كترت ممكن تموت الحمام. وهتمسك في لحم الصدر تديها 30 شرطه هنا الصبح و30 شرطه هنا اخر النهار لمده 5 ايام، ان شاء الله هتلحقها وهتبقى 100 100. بس انا باكد عليك بسرنجه انسولين، لان انت لو جبت سرنجه من العاديه او سرنجه اطفال بيبقى السرنج كبير، هتخرم صدر الحمام، هتعمل له عدوى، الحمام هتموت. يبقى انت كنت سبتها السلمونيلا، يمكن ربنا شافها، انت اللي موتها بنفسك. يبقى انت يا معلمي هتجيب ايه؟ هتجيب السيفوتاكس البشري من الصيدليه البشري وتخلطه على الميه اللي بتيجي معاه، وتشد بالسرنجه بتاعه الانسولين. الجماعه بتوع مرضى السكر هتلاقي سرنجه في الصيدليه كده اسمها سرنجه انسولين، الناس كلها عارفاها. هتشد 30 شرطه، هتعلم كده هتلاقيها ايه معديه 10 20 30، عند 30 تسحب ال30 دول، لان هم دول معيار الحمامه. يعني ان قلت عن كده بيبقى تاثيرها بسيط، ونزلت عن كده لا قدر الله ممكن تموت معاك الحمامه، لان المضاد الحيوي بتاعها قوي. وهتيجي ضارب في صدر الحمامه، في لحم الحمامه، هتنفخ هنا كده تطلع الريش، تنفخ كده تحت الريش هتلاقي اللحم في الصدر، اللحم تيجي ضاربها مفضي 30 شرطه الصبح، اخر النهار تدي في الناحيه الثانيه، بكره تدي في الناحيه دي، يعني تبدل عشان ما تتعبش صدر الحمامه. ديت بالنسبه للحمامه لو انت عايز تلحقها. طب الحمامه قطعت اكل، ما هي ممكن تموت، هتمسك تجيب زي ما قلنا شويه ذره عويجه وتوكلها انت بنفسك الذره عويجه. من الحاجات الناس بتغفل عينها وانت بتعالج السلمونيلا الميه، ما تسيبش الميه قدام الحمام وانت بتعالج السلمونيلا، لان السلمونيلا دي مرض بكتير ابن لذينه بينتشر في الميه اكتر، وحتى بتخلي الحمامه عندها شراهه للميه. اعمل ايه؟ اشرب الحمامه مره الصبح ومره اخر النهار واشيل الميه، احاول اخلي الوسط جف شويه عشان الدواء يشتغل معايا، واشتغل معاها باي مطهر معوي، فلاجين مثلا. يعني انا مثلا حطيت البان فلور، اجي بعدها بساعه حاطط شويه فلاجين في الميه، يبقى انا اشتغل بالبان فلور ومشغل معاه الفلاجين مطهر معه، وان شاء الله الحمام هيبقى معاك 100 100، وربنا هيشفوا لك هيخلوا لك ان شاء الله 10 على 10. يبقى نعيد تاني على السريع كده، السالمونيلا مرض بكتيري بينتشر في الطيور، حمام، فراخ، حاجات من ديت. انت بتعالجه زي ما قلنا بالبان فلور سنتي على رتل الميه لمده 5 ايام. اعراضه زي ما قلنا اسهال زيتي لزج مصحوب بميه جيريه، بتلاقي الحمامه كشه وعندها هزال، والحمامه
قطع الاكل او بتاكل وترجع وتلاقي عندها شراهه للميه، وتلاقي الحمامه ضعيفه معاك وبتوصل لمرحله ان الحمامه بيجيلها في المفاصل بتبقى ايه سالمونيلا مفصليه، تلاقي الايه الحمامه مش قادره تقف على رجلها ووقعت على صدرها كده ومش قادره ترفع جناحاتها. قلنا بنعالجه بالبان فلور البيطري سنتي على لتر الميه لمده 5 ايام. طب انا عالجت الحمامه وبقت كويسه الحمد لله بعد 5 ايام وظبطت، اعمل ايه بقى؟ اظبط الحمامه بقى لان الحمامه طالعه من دور متعب، اجيب لها شويه شراب فيتامون شراب بشري، اي مصدر للفيتامينات والاملاح المعدنيه والكالسيوم احطه لها في الميه بحيث ان انا اعوض الفتره اللي الحمامه فيها كانت عندها المشكله المرض دي. اديها شويه خميره، اديها شويه فيتامينات، يعني اروع على الحمامه. لو قلنا الحمامه قطع الاكل بتحاول انت تحط لها الاكل ببقها حاجه بسيطه وتشيل الميه من قدامها وتدي لها في ربع سنتي ميه في البق، ربع سنتي من الدواء البان فلور في البق مباشر مع اضافه 5 سنتي ميه الصبح و5 سنتي الميه اخر النهار، واشيل الميه من قدامها خالص عشان البكتيريا دي بتشتغل في الميه اكتر. الله اعظم الله اكبر. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، لو عجبكم ادعونا دعوه كويسه. اخوكم طاهر أبو حمام، واروح اصلي المغرب بقى. السلام عليكم ورحمه الله.